تخيل تبص على صورة عادية وبعد سنين يكتشف العالم إن الصورة دي بتخفي سر محدش كان واخد باله منه. في الفيديو ده هنشوف 5 صور حقيقية حيرت ملايين الناس، وكل صورة ليها قصة أغرب من اللي قبلها، لكن الصورة الأخيرة هتخليك تبص ليها مرتين. ويلا تخيل إنك ماشي في الشارع وفجأة تلاقي صورة في الأخبار لراجل شكله عادي جدا، لكن بعد ما تعرف قصته مش هتصدق إن الصورة دي حقيقية. القصة بدأت سنة 1972. كان في شخص اسمه فيسنا فولوفيتش مضيف الطيران على متن رحلة جوية. في نص الرحلة حصل انفجار ضخم في الطائرة اتفككت في الجو وسقطت من ارتفاع بيزيد عن 10,000 متر، وكل اللي كانوا في الطائرة تقريبا لقوا حتفهم. لكن حصلت معجزة، المضيفة نجت من السقوط. الصورة اللي اتصورت لها بعد الحادث انتشرت في كل العالم. ناس قالت انها مستحيلة تكون نجت، وناس تانية قالت انها مجرد اشاعة. لكن بعد تحقيقات اتأكد ان الحادث حقيقي، وتسجل اسمها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أعلى سقوط نجا منه الإنسان بدون مظلة. والعلماء حاولوا يفهموا ازاي ده حصل، واتضح ان مجموعة من العوامل اتجمعت في نفس اللحظة. جزء من جسم الطائرة خفف قوة السقوط، ومكان السقوط كان مليان بالأشجار والسلوك، وطريقة ارتطام الجزء اللي كانت فيها ساعدت على امتصاص جزء من الصدمة. ورغم وجود تفسير، فضلت القصة لسنين طويلة تبدو وكأنها معجزة. لكن الغريب اللي هتشوفه دلوقتي أغرب بكتير، لأن الصورة الجاية خلت ملايين الناس يصدقوا إن على سطح المريخ حضارة كاملة. بعد ما ناس كتير شافت الصورة اللي فاتت أكيد هتفتكر إن مفيش صورة أغرب منها. لكن استنى، سنة 1976 وكالة ناسا كانت بتصور سطح المريخ باستخدام المركبة الفضائية فايكنج 1. المهمة كانت علمية بحتة، تصوير الجبال والوديان والصخور. لكن وسط آلاف الصور كانت في صورة واحدة مختلفة. أول ما العلماء بصوا عليها اتفاجئوا، لأنها كانت باينة كأنها وجه إنسان عملاق بيبص للسماء. والصورة انتشرت بشكل مرعب، والصحف بدأت تكتب هل كانت في حضارة على المريخ. وبدأت نظريات غريبة تظهر. في ناس قالت إن ده تمثال بنات الكائنات الفضائية، وناس قالت إنها رسالة للبشر. ومع مرور السنين كل واحد بقى ليه عنده تفسير، ولكن هل ده كان حقيقي؟ الإجابة لأ. بعد حوالي 20 سنة رجعت ناسا صورت نفس المكان، بس المرة دي بكاميرات أحدث وأدق بكتير. ولما ظهرت الصور الجديدة اكتشف العلماء إن الناس شافته ما كانش وجه أصلا، لأنه كان مجرد جبل عادي. لكن زاوية التصوير وضوء الشمس والظلال خلى مخ الإنسان يشوف ملامح وش كاملة. والظاهرة دي ليها اسم علمي اسمه باريديولا، وده معناه ان عقل الانسان اوقات بيشوف اشكال مألوفة في حاجات عشوائية، زي لما تيجي مثلا تبص للسحاب وتشوف حصان، او تبص في الحيطة وتشوف فيها وش انسان. الغريب بقى ان ملايين الناس فضلوا مقتنعين بالنظرية القديمة حتى بعد نزول الصورة الجديدة. وده يورينا ان اول انطباع اوقات بيكون اقوى من الحقيقة نفسها. لكن لو فاكر ان الصورة دي اغرب حاجة هتشوفها النهاردة، استنى، لان الصورة اللي جاية احتاجت تعاون علماء من كل انحاء العالم علشان يقدروا يلقطوا. لكن السؤال الحقيقي، ازاي ممكن تصور حاجة مستحيل تشوفها بعينك؟ وده اللي هنعرفه في الصورة رقم 3.
تخيل معايا ازاي ممكن تصور حاجة حتى الضوء نفسه ما يقدرش يهرب منها. ده كان السؤال اللي حير العلماء لعشرات السنين. الثقب الأسود معروف إن جسم جاذبيته قوية جدا لدرجة إن أي حاجة تقرب منه فحتى الضوء ما يعرفش يخرج تاني، وعشان كده كان ناس كتير فاكرة إن تصويره مستحيل. لكن سنة 2019 العالم كله وقف قدام صورة واحدة ممكن شكلها بسيط، مجرد دائرة سوداء حوالين حلقة برتقالية، لكن قيمتها العلمية كانت أكبر بكتير مما الناس تتخيل. الغريب إن الصورة دي ما اتصورتش بكاميرا واحدة ولا حتى بتلسكوب واحد. العلماء جمعوا 8 تلسكوبات عملاقة موجودة في دول مختلفة حول العالم، من تشيلي لأمريكا لإسبانيا وللقطب الجنوبي، وخلوا التلسكوبات دي كلها تشتغل في نفس اللحظة كأنهم صنعوا تلسكوب بحجم كوكب الأرض تقريبا. لكن هنا ظهرت المشكلة، البيانات اللي اتجمعت كانت ضخمة بشكل مرعب، أكتر من 5 بيتا بايت، وده رقم كبير جدا لدرجة إن نقل البيانات عبر الإنترنت كان بيستغرق وقتا طويلا جدا. فالعلماء اضطروا ينقلوا الأقراص الصلبة بالطائرات مش بالإنترنت، وقعدوا شهور طويلة يعالجوا البيانات قطعة قطعة. ولما الصورة ظهرت أخيرا كانت لحظة تاريخية، العالم كله احتفل، ومش لأن الصورة جميلة لكن لأنها أكدت تنبؤات العالم ألبرت أينشتاين، وبعد أكتر من 100 سنة من وضع نظريته. والأجمل من كده إن آلاف العلماء والمهندسين والمبرمجين اشتغلوا مع بعض علشان يحققوا إنجاز واحد، وده يثبت إن بعض الصور وراها سنين من التعب، مش مجرد ضغطة زر. لكن لو فاكر إن الصورة دي كانت صعبة، فالصورة اللي جاية هزت العالم كله، مش بس لأن كان فيها، لكن بسبب السؤال اللي سأله الناس بعدها: هل المصور كان لازم يساعد ولا يصور؟ وده اللي هنعرفه في الصورة رقم سنة 1993 في جنوب السودان. كانت المجاعة بتضرب المنطقة بقوة، وآلاف الناس كانوا بيعانوا كل يوم، والعالم تقريبا ما كانش شايف حجم الكارثة. وفي الوقت ده كان في مصور صحفي اسمه كيفن كارتر رايح يغطي اللي بيحصل، وأثناء ما كان ماشي شاف مشهد عمره ما كان يتوقعه. طفلة صغيرة منهكة من الجوع بتحاول تزحف علشان توصل لمركز توزيع المساعدات، وخلفها كان في نسر واقف مستني. المشهد كان صادم. كيفن رفع الكاميرا والتقط الصورة، ولما الصورة انتشرت العالم كله اتقلب. ناس بدأت تتبرع، ومنظمات الإغاثة زاد اهتمامها بالمجاعة. لكن في نفس الوقت بدأ سؤال تاني يظهر: هو المصور عمل ايه بعد الصورة؟ هل ساعد الطفلة ولا اكتفى بالتصوير؟ السؤال ده انتشر في كل مكان، وبقى واحد من أكتر الأسئلة الأخلاقية اللي اتناقشت في تاريخ الصحافة. وبحسب الروايات المتاحة كيفن أبعد النسر بعد التقاط الصورة، لكن لم يكن معروفا على وجه اليقين ماذا حدث للطفلة بعد ذلك. ورغم أن الصورة فازت بجائزة بولتيزر، إلا أن الجدل فضل يطارد المصور لفترة طويلة. القصة دي علمتنا حاجة مهمة جدا، إن أوقات الصورة مش بس بتنقل حدث، الصورة ممكن تفتح باب نقاش أخلاقي كبير ويفضل الناس تتكلم عنه لسنين. لكن كل اللي شفته لحد دلوقتي ما يتقارنش بالصورة الأخيرة، لأن الصورة رقم 1 غيرت نظرية البشرية لنفسها. يلا نشوف. تخيل إنك طول عمرك عايش على الأرض، لكن عمرك ما شفتها كلها بعينك. إحنا كل يوم بنشوف مدن وبحار وجبال، لكن محدش فينا يقدر يشوف الكوكب كامل.
لحد سنة 1972 لما انتقلت مهمة أبولو 17 إلى الفضاء. وأثناء رحلة العودة قرر إحدى رواد الفضاء يلتقط صورة للأرض، مجرد صورة، لكن محدش كان يتوقع إنها تبقى من أشهر الصور في تاريخ البشرية. الصورة دي اتعرفت باسم الرخامة الزرقاء أو بلو ماربل، وأول ما انتشرت العالم كله انبهر. لأول مرة البشر شافوا كوكبهم بالكامل أزرق وصغير وبيطفو وسط ظلام الكون. والصورة دي غيرت طريقة تفكير الملايين البشر. ناس كتير بدأت تسأل احنا مختلفين على ايه؟ كل الحروب وكل الحدود وكل الخلافات ولا حاجة بتبان من الفضاء، ومن هناك الأرض عبارة عن بيت واحد. الصورة دي ساعدت في انتشار حملات حماية البيئة وخلت ناس كتير تحس قد ايه كوكبنا هش وقد ايه لازم نحافظ عليه. والغريب ان الصورة دي تعتبر من اكتر الصور استخداما في التاريخ، اتطبعت على الكتب والمدارس والوثائقيات وحتى تطبيقات الطقس خرائط، وكل ده بسبب ضغطة زر واحدة. وده بيثبت ان الصورة مش لازم تكون مرعبة ولا غامضة علشان تغير العالم. اوقات ابسط صورة بتكون هي الأخلص. دلوقتي جه دورك، انهي صورة كانت الاكتر غرابة بالنسبة لك؟ الصورة رقم 5 ولا الرابعة ولا التالتة ولا التانية ولا الصورة الاولى؟ اكتب رقمها في التعليقات وقول لنا ايه السبب. لو عندك صورة غامضة او قصة حقيقية نفسك اتكلم عنها في الفيديو الجاي اكتبها، وممكن تكون هي موضوع الحلقة الجاية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط زر اللايك وتشترك في قناة من الآخر وتفعل جرس التنبيهات وعلشان يوصلك كل جديد. وأخيرا افتكر دايما مش كل صورة غريبة معناها انها لغز، لكن كل صورة عظيمة وراها قصة تستحق انها تتحكي. كنت معاكم من قناة من الآخر واشوفكم في الفيديو الجاي وسلام.